تصريحات جراهام أرنولد مدرب منتخبنا الوطني العراقي في المؤتمر الصحفي اليوم قبل انطلاق مباراتنا أمام المنتخب الإماراتي يوم غد. حطوا لنا لايك ومتابعة حركة الإكسبلور وعادة نشر على هذا المقطع. شباب هذا حساب الجديد، ذاك القديم تبند، دوس على الزائد وسوي عادة نشر ما تخسر شيء. فدوى روح لك. أرنولد: الأجواء ممتازة هنا ومستعدون ومتحمسون لخوض المباراة ضد الإمارات. هي مباراة تقليدية ذهاب وإياب، نعمل لكل مباراة على حده ونفكر بمباراة الإياب حاليا. لدينا وفرة في الخيارات الهجومية في هذا المعسكر عكس المعسكر السابق. جراهام أرنولد يقول: بعد مباراة السعودية درست مستوى المنتخب الإماراتي فرديا وجماعيا. يقول: سأختار اللاعبين الأفضل بدنيا في مباراة الإمارات. جراهام أرنولد: لم نكن الأفضل في مستوى في مباراة الملحق السابقتين، لكننا أيضا لم نخسر أي مباراة. نثق بجمهورنا ونتوقع أن يكون الملعب ممتلئ في البصرة كالعادة. يقول: اللاعبين محتاجين لدعم الجمهور، الفرصة لا زالت متواصلة. يقول: نظام الملحق السابق سبب لنا صعوبة كبيرة في عدم التأهل المباشر لكأس العالم. يقول: ما ركز على وسائل الإعلام، احنا 24 ساعة نركز على لعبنا وآدائنا. وهسه شباب هذا حساب الانستغرام اسمه عباس مهند، راح افتح لكم بث مباشر صورة وصوت انا وياكم نشوف مباراة المنتخب باكر بهذا الحساب.